السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو النهاردة هنعمل فيديو رقم 2 في تجربة القلاية الهوائية النوتري كوك. وإن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة جايبين مع بعض جمبري وصبيط، عاوزين نعمل لهم نحمرهم في القلاية، وجايبين كمان نوع سمك تاني سمك المكرونة عاوزين برضو نحمره ونعمل تجربة النهاردة كده ونشوف القلاية هتعمل النهاردة ايه في التسوية بتاعت انواع السمك ديت باذن الله. وهنجهز الفيديو دوت بامر الله سبحانه وتعالى ان احنا نسوي الحاجات دي ونقول لكم في نهايه الفيديو على التجربه كانت كويسه ولا لا. بس كالعاده في بدايه الفيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتعملوا شير للفيديو عشان يستفيد بيه كل الناس، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وادخلوا على القناه عندنا هتلاقوا فيديوهات كتيره ان شاء الله باذن الله تعجبكم. يلا بينا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قلايه نوتري كوك، القلايه دي كنا عملنا عليها ريفيوهات قبل كده، كنا عملنا لها انبوكسنج وقلنا المميزات بتاعتها وعملنا لها كذا فيديو قبل كده، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن، وهتلاقوا بلاي ليست كده فيها كل الفيديوهات الخاصه بيها. يا جماعه القلايه دي ممتازه، يعني القلايه دي واحنا قبل ما نشتريها ما كناش عارفين ان المميزات بتاعتها دي هتبقى كويسه كده. ولما جينا عملنا دورنا مره واثنين وثلاثه وشفنا المميزات، ولما واشتريناها، ولما اشتريناها وجربناها القلايه دي ما شاء الله ممتازه وفيها مميزات كبيره جدا. اهمهم ان القلايه ما شاء الله كبيره جدا، يعني القلايه كحجم ما شاء الله كبيره، وبتشيل كمان 3 ادوار، والنتائج بتاعتها ما شاء الله ممتازه جدا. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا اول حاجه نجهز كده الجمبري، ده جمبري وصبيط عملناهم في الخلطه، عملنا لهم تتبيله وبعد كده حطيناهم في الدقيق وفيجيتار علشان يبقى برضو تبقى كريسبي كده وتبقى طعمها جميل. ودي ازازه الزيت كريستال 200 مللي، ازازه صغيره جدا ببخاخ، جايبينها عشان بس نرشرش كده حاجه بسيطه على الحاجات على السمك، ونبدا ان احنا نحطه فيه السبت هنا بتاعه الخاص بيه كل نوع، ونبدا ان احنا ندخله في القلايه. فاحنا بكل بساطه هنبدا ان احنا ندي بس رشتين كده للزيت على السمك بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، بس ندي كذا رشتين كده ولا حاجه، كام رشه كده وحاجه بسيطه عشان بس الحاجه تبقى كريسبي، بتبقى متحمره ما تنشفش. وفي نفس الوقت كمان جايبين الفرشه ان احنا لو عايزين ان احنا ندهن كويس او نتاكد ان كل حاجه وصل لها كميه الزيت، بنعملها بالطريقه دي. ونعمل نفس الكلام هنا في نوع السمك التاني، ندي كده رشه زيت زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا الرشه دي حاجه خفيفه جدا جدا بالنسبه للزيت، وبنكمل بعد كده بالفرشه نقلب بس الزيت كده على السمك علشان ما يتحرقش معانا. خلوني اخلص بقيه العمليه ديت واجهز السمك واحطه في السله، وبعد كده نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت ان انا رصيت الجمبري والصبيط، انا حطيتهم الاتنين مع بعض في نفس الباسكت، وجينا هنا في الجزء الثالث حطينا نوع السمك التاني نشوف مع بعض التسوية هتبقى عاملة ازاي. وزي ما قلت لحضراتكم بالبخاخ، طبعا هو بتطلع كمية زيت قليلة جدا، احنا بس بنحط كمية الزيت دي البسيطة دي بس عشان خاطر التحمير ما يبقاش بس السمكة بتبقى من بره بس بتنشف، فندي بس حاجه بسيطه كده. وطبعا انا قلبت الجمبري، كنت اديت رشه كده من الناحيه التانيه، فهدي رشه كمان من هنا على الجمبري والصبيط، ونشوف كده مع بعض التسويه بتاعته هتبقى عامله ازاي، هل هتبقى كويسه ولا هيطلع حلو ولا مش هيطلع حلو. هقول لحضراتكم ان شاء الله في نهايه الفيديو ونشوف الشكل بتاعه هيطلع عامل ازاي. خلاص كده انا تمام، ظبطت كل حاجه تمام التمام. نبدا ان احنا بقى نشغل القلايه، نقفل الباب ونبدا نسخن كده القلايه، نفتح كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنضغط على زرار الباور ونبدا نعمل عمليه البري هيت. البري هيت ان احنا بس نسخن الفرن مش اكتر، بحيث ان هو يبقى جاهز ويشتغل على طول. هو معمول متظبط على 3 دقايق. نبدا ان احنا ندوس ستارت ونبدا ان احنا نشغل الفرن يسخن لمده 3 دقايق، وبعد ال3 دقايق هبدا ان انا ادخل بقى الحاجات دي في القلايه، وتبدا نشوف التسويه بتاعتها هتطلع عامله ازاي. خليكم معانا. انتهت ال3 دقايق كده بتاعت عمليه البري هيت، وكده احنا جاهزين ان احنا نبدا ان احنا نفتح بقى الفرن بتاعنا، ونبدا ان احنا نحط السمك بتاعنا. هنخلي كده السمك اللي تحت، نخلي السمك اللي هيبقى محتاج مثلا تحمير اكتر نخليه فوق، او هيبقى محتاج سوا اكتر. الجمبري والصبيط كده كده التسويه بتاعتهم
زي ما حضراتكم شايفين كده مش هتبقى بنفس الوقت، مش هياخد نفس الوقت في التسوية اعتقد مقارنة بالسمك التاني المكرونة، عشان فيه اللحم بتاعه اكتر شوية فهنخليه هو اللي فوق. ونشوف كده حطينا الثلاث ادوار بتوعنا، ونبدأ ان احنا نقفل الباب ونبدأ ان احنا نشغل ونشوف السمك بياخد وقت قد ايه. نعمل عملية الاون وبعد كده نروح عملية السمك. هو طبعا هنا مدي 8 دقايق، واحنا كنا قلنا من الفيديو قبل كده وعملنا فيديو قبل كده وقلنا ان 8 دقايق دي مدة يعني ما هياش كبيرة قوي، فهنحاول نخلي 8 دقايق دي مثلا لا نزودها شوية، نخلي مثلا نخليها مدتها مثلا تلت ساعة. وفي خلال التلت ساعة كل مثلا يعني بعد مثلا 6 دقايق أو 7 دقايق هفتح كده أبص أشوف السمك بقى شكله عامل إزاي، ولو محتاج يتقلب نقلبه. وبرضه خليكم معانا كده هنرجع نشوف كده بعد 5-6 دقايق من التسوية الدنيا بقت شكلها عاملة إزاي. ندوس ستارت الأول ونشوف الدنيا بدأت تشتغل، وإدنا اللمبة عشان نشوف من جوه الدنيا عاملة إزاي. بعد 5 دقايق كده هنرجع نبص كده ونقلب السمك ونشوف الدنيا هتبقى عامله ايه في التسويه، ونبدل كده الارفف ما بينها وما بين بعض. خليكم معانا. وزي ما احنا شايفين كده بعد مرور حوالي 6 أو 7 دقايق هنبدا ان احنا نفتح مع بعض القلايه ونبدا ان احنا نبدل كده الصفوف ونشوف كده الدنيا عامله ايه بعد مرور 7 دقايق على فتح التسويه. خلينا نبص كده مع بعض. نفتح كده. طبعا السمك المكرونه اللي كان موجود في الرف الاول بدا يتحمر ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده بدا يستوي. اللي في النص استوى، التسويه بتاعته كويسه، بدا يستوي، وفي نفس الوقت كمان بيتحمر من فوق زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا لسه محتاج وقت تاني، فهندخله بس المره دي هنبدل ونطلع كده رف من الرف اللي تحت فوق. بصوا معايا. وده الرف التاني، يعني الجمبري شوية بدأ يتحمر بس لسه برضو محتاج. ونشوف كده الرف التالت مع بعض. ده الشكل بتاعه بعد مرور حوالي 7 دقايق. نبدل كده مع بعض الأرفف. ونخلي ده تحت زي ما هو. بس طبعا الريحة ما شاء الله جميلة جدا، يعني الريحة ما شاء الله ممتازة. وتعالوا كده نشوف هنا، نخلي ده كده في الرف اللي في النص. نقرب كده شوية كده. احنا بدلنا الأماكن بتاعتهم، ونرجع نقفل تاني ونسيبه. وبعد حوالي 6 أو 7 دقايق نفتح نشوف تاني الدنيا عملت ايه. وخلال الفترة اللي هي 20 دقيقة، يعني كل 5 دقايق كده كنت بفتح أقلب السمك وبعد كده أرجع أدخله تاني. فبعد ما طلعت السمك الأول، ده السمك المكرونة، بعد ما طلعته في تقريبا المدة اللي هي حوالي تلت ساعة، شايفين شكل السمك عامل ازاي؟ ما شاء الله متحمر جدا ومستوي ممتاز. وكنت بس بطلعه كل 5 دقايق أقلبه. فشايفين كده السمك ما شاء الله عامل ازاي، جميل جدا. وخرجته على الدرجة دي علشان ما يتحمرش قوي او ما يتحرقش مني، ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه في الفيديو. والنوع التاني الجمبري والصبيط سبتهم بقى عشان يتحمروا بعد ما خرجت السمك دوت. تعالوا كده نشوف الجمبري والصبيط شكلهم عامل ازاي. ما شاء الله. طبعا قلبتهم كده مرة او مرتين وانا شغال. شوف كده مع بعض بعد ما طلعنا كده الجمبري، ما شاء الله ما شاء الله، طبعا متحمر وشكله جميل جدا، ولونه كمان افضل كمان ما هو ظاهر في الفيديو. خلوني كده احطه وارصه في الطبق واوريه لحضراتكم الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. وده الشكل النهائي بعد ما حطينا بقى الجمبري والصبيط في الطبق. مش محتاج اقول لكم الاكل مقرمش ازاي، يعني السمكه نفسها او قطعه الصبيط او الجمبري ما شاء الله يعني متحمره كويس قوي. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله اللون حتى كمان بتاعه غير من جوه، وصوت القرمشه ما شاء الله حلو قوي. يعني بصوا معايا كده
شكله جميل جدا والتحمير بتاعه ممتاز. وطبعا لو كانت الكميه اقل من كده كمان كان هيبقى افضل كمان من كده. التحمير بتاعه ما شاء الله حلو قوي. وكل شويه يعني واحنا شغالين كل شويه كنا بنفتح نقلبه فوق وتحت ونبدل ما بينهم. بس لو كانت الكميه اقل شويه اعتقد كمان كان ممكن التحمير يبقى افضل من كده كمان. بس كسوى ما شاء الله ممتاز. خد ال 20 دقيقه وفيهم كمان تقريبا 10 دقائق كان بسبب بس الكميه. نقلب عشان التقليب يكون كله بقى ايه، بقى حاجه واحده. الصبيط ما شاء الله شكله حلو ازاي وشكله جميل جدا. وده كده كان الشكل النهائي للسمك بتاعنا النهارده، لنوعين السمك اللي احنا عملناهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. ملاحظات بس سريعه. القلايه محتاجه ان احنا على قد ما نقدر ما نستخدمش الثلاث ادراج، ممكن نستخدم دورين بس عشان نضمن تسويه افضل. كمان درجة الحرارة نقدر نغير فيها، نزودها أو نقللها على حسب ما احنا شايفين. كمان بالنسبة للوقت التسوية ممكن تختلف من واحد للتاني. ممكن حد يبقى شايف إن أنا لا أنا محتاج أحمره أكتر من كده شوية، في حد محتاج يسويه أقل. فكل واحد فينا بيكون له وجهة نظر في التسوية. لكن ككل هو ما شاء الله مستوي كويس قوي ومتحمر جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. ولحد كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهارده. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن احنا دايما بنحاول نقدم لكم حاجة كويسة ومفيدة عندنا على القناة. ونكون عملنا النهارده فيديو السمك بكميه زيت قليله جدا. لو كنا هنحمره في الزيت كان هياخد كميه زيت كبيره جدا. وكالعاده في نهايه الفيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتعملوا شير للفيديو عشان يستفيد بيه كل الناس. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وادخلوا على القناه عندنا عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.